وبكده تكون خلصت قصتنا. وزي ما انتوا شفتوا، مصلحي وممس عرفوا ياخدوا حقهم ازاي. ولكن قصتنا دي ليها هدف، وانا عاوز اطلع معاكم بهدف من القصة. ترى ايه الاهداف اللي ممكن نطلع بيها من القصة دي؟ انا شايف الهدف من القصة دي ان احنا كلنا نبقى ايد واحدة. لما كلنا نبقى ايد واحدة هنبقى قوة، مفيش تحدي هيقدر يسيطر علينا. لكن لما بنتفرج وبنختلف في الاراء، التحديات بتهزمنا لاننا بنتفرج. فانا الهدف من القصة دي ان احنا نبقى كلنا قوة، ايد واحدة. بس برضو انت لو فكرت ممكن تطلع بهدف تاني انا معرفتش اوصلها. لو وصلت لهدف تاني من قصتنا اكتبوهولي في التعليقات. نشكركم مشاهدينا الاعزاء، والى اللقاء في فقرة جديدة. ازيك يا ممس يا اخويا، اخبارك عامل ايه؟ تمام يا مصلحي، انت اخبارك عامل ايه؟ ماشي الحال يا اخويا، من ساعة العملة السوداء دي والواحد مش عارف يطلع لبرا، محروج من الناس. نعمل ايه يا مصلحي؟ لازم نجيب حقنا عشان نعرف نطلع ونقف وسط الناس. عشان كده برضه انا جيت يا ممس. هنعمل ايه؟ انت بس عرفت لي العيال دي بتقعد فين زي ما طلبت منك؟ عرفت مكانهم، على طول بيقعدوا في الشارع الرئيسي. تمام يا مصلحي، اهم حاجة ما يتبعدوش عن عينيك، خليك وراهم لحد ما نشوف هنعمل ايه، وان شاء الله خير. خير يا ممس. اقعد يا مصلحي، ليه كده واقف؟ البيت بيتك يا صاحبي. ايه يا صاحبي، بجيلك مرة تاني، انا ورايا مشوار هروح اقضيه وبعد كده برجع لك. زي ما تحب يا مصلحي. انت اللي جبت ده كله لنفسك يا ممس، لازم تفتح في صدرك جو كده. مصلحة حاول يمنعك يا ممس، وقال لك الكترة تغلب الشجاعة، انت متبحتوش. أنا اللي سعيت للشر برجليا، دخلت نفسي في متاهات انا كنت بغنى عنها، دخلت نفسك في صراع ملوش نهاية. يلا اللي حصل بقى. يا مصلحي، رحت المشوار بتاعك؟ كان مشوار بسيط هنا، رحت جتت ورجعت لك على طول. بص يا مصلحي، احنا العيال دي لو مخططناش ليها صح مش هنقدر عليها، واحنا لازم نجيب حقنا. تمام يا ميمس، انا كنت عاوز اقول لك كده برضه. احنا مش هنتهور ونروح ندخل على العيال على طول مرة واحدة زي ما انت عملت. احنا لازم نخطط عشان نعرف نجيب حقنا بمظبوط. بص يا مصلحي، العيال دي طول ما هما ايد واحدة مش هنقدر عليهم، احنا لازم نفرقهم عن بعض. لما نفرقهم عن بعض هنقدر نضربهم واحد ورا التاني، وبكده نبقى خدنا حقنا. غير الطريقة دي يا مصلحي مش هنعرف نجيب حقنا. وهنفرقهم عن بعض ازاي؟ الحتة دي اللي عاوزين نفكر فيها يا مصلحي، لازم نجيب طريقة نفرق بيها العيال دي عن بعض. طريقة، فكر يا ميمس، فكر معايا. عاوزين سكة. يا ترى ايه اللي ينفع مع العيال دي؟ مم... لقيتها لقيتها. قولي بسرعة، قولي ايه اللي خطر في دماغك؟ مش حل غير ان احنا نخلي العيال دي تسرق بعضيها. احنا دورنا هنقف تحت بيوتهم ونستناهم لما ينزلوا، وأول ما ينزلوا هنطلع نخش بيوتهم وناخد منها حاجات ونحطها عند بعضيهم ونسيبهم شوية. وبعد كده هيكتشفوا المسروقات عند بعض، هيمسكوا ببعض، وبكده عرفنا نفرقهم يا ممس. كلام جميل، وما يخطرش على بال اي حد، ده حتى الشيطان نفسه ما يعرفش يفكر تفكيرك يا مصلحي. ايه بس كده؟ ده انا غلبان. هتقول لي يا مصلحي، ده انا صاحبك وفاهمك يا ابني. اتكلنا على الله في اللي انا قلته. اتكلنا على الله، يلا بينا. ما كانش العشم يا عتلة تستغل غيابي وتدخل بيتي من ورايا وتاخد الخاتم الدهب؟ ما حصلش يا حشيش، انا عمري ما اعمل كده، اعملها في عز الناس عندي. حصل يا عتلة، حصل وعملته. اقول لك كلمة انت يا عم، ده جاي يرمي بلاء عليا ولا ايه؟ اقول ايه؟ لقي الخاتم الذهب بتاعه عندك، هيقول ايه يعني؟ بس انا مخدتوش، ايه اللي بيحصل؟ عارف، ده ده الموبايل شبه بتاع اللي انا مش لاقيه.
بقول لك ايه، الموبايل ده مشتريه ولا شدته من حد؟ الموبايل ده بتاعي، اشتريته. اوعى تكون شديت الموبايل بتاعي مني. موبايل ايه اللي اشده منك انت يا معفن؟ انا معفن يا معفن يا حرامي؟ ده الموبايل ده بتاعي. ما يزوقش انت في الكلام. عاوز الخاتم بتاعي يا حرامي. قلت لك انا ما سرقتش منك حاجه. انا مش عارف الخاتم ده جه عندي ازاي. واصبر على لما اشوف التليفون ده. التليفون ده بتاعي. بص، ما اقول لك ايه، مش عاوزين نختلف مع بعض بدون مشاكل. هات تليفوني وكل واحد يروح لحاله. قلت لك التليفون ده مش بتاعك، ده بتاعي. وبعدين انا جرفت منكم. يلا كل واحد غور لحاله. يعني كده ماشي من النهارده، وخلصت ما بيننا. انت كمان مش عاوز اعرفك تاني. اما تسرجني انا ماشي. يلا غور من وشي. انا عاوز اعرف حد فيكم. ده انتوا شله تودي في داهيه. انتوا لسه عايشين؟ عايشين يا روح امك. وليك نفس كمان بتضحك؟ ده احنا هنخليك تضحك على الآخر. اه. تعالى يا روح أمك هنا عشان تبقى فسطينة، عشان نعرف نروقك. كده تكون خلصت قصتنا. وزي ما انتوا شفتوا، مصلحي وممس عرفوا ياخدوا حقهم ازاي. ولكن قصتنا دي ليها هدف، وانا عاوز اطلع معاكم بهدف من القصة. ترى ايه الاهداف اللي ممكن نطلع بيها من القصة دي؟ انا شايف الهدف من القصة دي ان احنا كلنا نبقى ايد واحدة. لما كلنا نبقى ايد واحدة هنبقى قوة. مفيش تحدي هيقدر يسيطر علينا. لكن لما بنتفرج وبنختلف في الآراء، التحديات بتهزمنا لأننا بنتفرج. فأنا الهدف من القصة دي إن احنا نبقى كلنا قوة، ايد واحدة. بس برضو انت لو فكرت ممكن تطلع بهدف تاني انا معرفتش اوصلها. لو وصلت لهدف تاني من قصتنا اكتبهولي في التعليقات. نشكركم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء في فقرة جديدة. نشكركم مشاهدينا الأعزاء على متابعة القناة، وبنقول لك ما تنساش تضغط لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس.